السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا كيكة جميلة قوي قوي قوي، صحية رائعة، يعني جميلة. عارفين طبعا كلنا ان الجزر مفيد جدا، ويعني حاجة جميلة جدا. فتخيلوا الكيكة كلها جزر. طيب معانا معلقتين من الزبدة، ينفع سمنة ينفع زيت، ينفع سمنة نباتي، ينفع اي مادة دهنية انت عايزاها. هما معلقتين زبدة مسيحاهم بس مش سخنين. معايا كمان كوباية سكر مش مليانة قوي، كوباية سكر. ومعايا معلقة كبيرة قرفة، ومعايا رشة ملح، ومعايا بيضتين، ومعايا كيس بيكنج باودر. مفيش اسهل من كده. ومعايا كوبايه الدقيق زي ما انتوا شايفينها كده، بكوبايه دقيق واحده بس. تمام. ومعايا بقى كوبايتين جزر، كوبايتين جزر مغسول ومبشور وتمام التمام. عايزه اقول لكم، والبيضتين طبعا. عايزه اقول لكم ينفع من غير بيض، ينفع طبعا من غير بيض. وكمان بق لبن. ولكن يا جماعة عايزين يعني يا ريت يا ريت بس الناس اللي بتشاهد الفيديو، مش كل حاجة طبعا لو انا جبت دقيق يا جماعة وحطيت عليه خميرة وحطيت عليه بيكنج باودر هينفش وهيبقى كيكة وهيبقى كل اللي انتوا فاهمينه، ما هياش حاجة سحرية. بس قصة ان انا كل حاجة هستغنى عنها. البيض مش هحطه، اللبن مش هحطه، الزبدة مش هحطها. ما ينفعش يا جماعة. عندك اطفال، يعني انت هتوفري في تمن البيضه لا مؤاخذه، وتوفري في تمن بق اللبن، وتوفري تاكلي عيالك في الاخر ايه؟ كل ما هتوفري وهتمسكي على عيالك هتبصي تلاقي انت دخلتي في دايره. انا مش طبعا مش طبيبه، بس انا يعني انسانه بسيطه، بس دي وجهه نظري ان الطفل محتاج حاجات كتير. تمام. فممكن مثلا على سبيل المثال لو بنحط 4 بيضات او 3 بيضات نقللهم، نخليهم مثلا لو 4 نحطهم 2، لو 3 نحط 2 بس وبلاش التالتة. كده يعني الموضوع سهل وبسيط يعني. لكن ما هياش حاجة فهلوة ان انت لا مش هحط ده ومش هحط ده ومش هحط ده. بلاش تأكلي عيالك اساسا، ده ايه الهم ده؟ معلش يا جماعة، خدتكم كده على مشمكم، بس هو ده الصح. مش عايزين نعمل فزلكة. تمام. الناس اللي بتتفزلك قوي يعني. تمام. زي ما انتوا شايفين كده عملته بالمضرب ولا اي حاجه، موضوع سهل خالص. حطيت كله مع بعضه، معلقتين الزبده السايحين مع البيضتين مع السكر مع بق اللبن، مع رشه الملح، مع كيس البيكنج باودر، كله كده. وبعد ما عملتهم يا جماعه قلبتهم كده، رحت نازله بايه كوبايتين الجزر المبشورين. اظن مفيش اسهل ولا احلى من كده. واحنا شغالين في الكيكه الفرن بتاعنا بيسخن. تمام. هنجيب البايركس او الصينيه او اي كان اللي هتعملي فيه، وهنحط مع يعني ايه هنبطنه بالزبده. مش لازم لا دقيق ولا اي حاجه من الجو ده كله، مفيش حاجه هتلزق اساسا. تمام. الفرن بتاعنا بيكون محقق سخونيه، وبنحطه يا جماعه على درجه حراره 180. موضوع. والكيكه بقى كانكم بتاكلوا جزر قرفه وجزر وزبده وبيض، يعني حاجه كده بسم الله ما شاء الله، صحيه وجميله وحلوه. طيب لو انت عايزه تحطي كوبايه ونص دقيق حطي، لو انت عايزه تعمليها بالشوفان حطي، لو انت مش عايزه تحطي ماده دهنيه خالص ما تحطيش. شفتي بقى؟ هقول لك ايه، لو مش عايزه تحطي بيض ما تحطيش. زودي شويه لبن بس مع الدقيق وخلاص، على كده. بس يا جماعه احنا بنتكلم عشان الحاجه المفيده بالنسبه للاطفال. مش عايزين كله، لا مش هنحط زبده ومش هنحط بيض ومش هنحط ايه ده، في ايه؟ هو انت اللي حضرتك هتوفريه من هنا هتصرفيه عند الدكاتره، فمالوش لزوم الكلام ده. تمام. تمام يا عبد السلام، تمام يا حلوين. طبعا يا ولاد اقفوا جنب قناه ام ادم عشان يا ولاد القناه ما تقفلش، وشاهدوا الفيديوهات الجميله اللذيذه البسيطه دي اللي مش مكمله 5 دقايق. اتمنى ان انتوا تشيروها، واتمنى ان انتوا وادي الكيكه بتاعتنا تقريبا نص ساعه. بسم الله ما شاء الله، سفنج بتاكلي جزر، حاجه مفيده وصحيه. طبعا الدقيق له اضراره، على قد ما بنقدر ما بنحطش كميه دقيق.